التوبه ديال واحد ال 15 برو ماكس. ال 15 برو ماكس مولاش كيقول لك اسيدي دوز الميزاجور مشات لافيشور، ما بقاش خدامه لافيشور، داها السوق بيان سور، جربوا افيشور اخرين ما خدماتش، بياسه محلوله. اللي عجبني فيها كيف العاده انا واخا تحلات واخا داوها جربوا لها لي زافيشور اخرين ولكن ما مخدوماش. فمن بعد الفحص ومن بعد العبارات ومن بعد توشيات نتوما على بال اتضح باللي ما عندي واحد الفولتيه ناقصه. الفولتيه ناقصه اللي هي اللي كدير التغذيه ديال افيشور، يعني التغذيه اللي كتغذي لافيشور ناقصه. فلهذا غنضطروا اننا نحلوا الطبقات ونشوفوا بالضبط فين كاين المشكل وفين كاين الخلل. اش ما عنديش قطع وما عنديش شورت، ولكن عندي فولتيه ناقصه. الفولتيه اللي ناقصه غنقلبوا عليها ونشوفوا شنو سببها حتى ما بقاش كتخرج، ونشوفوا السيركوي اللي مسؤول عليها والمسائل ديالها. بياسه هي هذه هي ال 15 برو ماكس. المرحله الاولى هو ان غنطلعوا الطبقات على بعضياتهم، حقاش الفولت اللي مسؤول عليه والاي سي اللي مسؤول على الفولت كاين في الطبقه التحتانيه اللي هو هذا بالضبط. هذا هي الفولتيه اللي ناقصاني انا، وهذا هو الاي سي المسؤول عليها. اذا غنمشيو نشوفوا خونا اشنو سبابو حتى ما خلاش لينا الفولتيه ناقصه، وديك الساعه نعرفوا شنو كاين. العمليه تمت بنجاح على فيشور كاينه. المهم هادشي راه هو كاتميريا هادي، والعمليه تمت بنجاح على فيشور مع فيشيا كلشي خدام. دابا المرحله الاخرى ديال جميع ديال الطبقات، بياسه مع الجمعات كملات الميزاجور. ملي ما كتافيشي ناضيه غير هي المشكل طفات في الميزاجور، هي يلاه كتكمل فيه. كتستمر القصه ديال 15 برو ماكس. 15 برو ماكس شعلات ترونكي بخير. فيها ثلاثه المشاكل اللي طلعوا معنا. المشكل الاول الفاس اي دي ما خدماتش، المشكل الثاني الكارت سيم ما تقراتش، والمشكل الثالث الويفي ما خدمش. من دوي مع السيد قال لك لا ديجا الفاس اي دي ما كانتش خدامه، ديجا كانت اصلا كانت مضروبه. اذا الفاس اي دي كانت مضروبه، نشوفوا الويفي ونشوفوا الكارت سيم علاش ما خدماتش. المهم ال 15 برو ماكس من بعد ما قلنا وقع داك المشكل ديال ان خدمات بياسه افيشات مزيان ولكن ما خدمش لينا الويفي وما خدمش لينا الكارت سيم. دابا الحمد لله كيبان ليا بلي الكارت سيم طلعت، الكارت سيم طلعت، الريزو طالع، وغيبان ليا جو بونس حتى الويفي. فوالا حتى الويفي خدم. هاهي 15 برو ماكس كلشي امارش، الويفي والكارت سيم طلعت. اعانكم الله.